الله تعالى وبركاته. متابعي ومشاهدي قناة تشوق، مرحبا بكم. فيديو جديد، حلقة جديدة وموضوع جديد. لكن قبل ما نبداو في موضوع أو حلقة اليوم، كنتمنى منكم كالعادة تدعمونا باشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم الفيديوهات الجديدة والقادمة ديالنا، ولما لا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش يستافدوهم أيضا من هذه المعلومات. إذا أعزائي وأصدقائي المشاهدين، موضوع اليوم غنتحدثوا فيه على واحد السجن من أخطر السجون اللي دازت في تاريخ البشرية. نعم، واحد السجن بدون نوافذ وبدون أبواب. أكيد البعض منكم غيمشي التفكير ديالو لسجون أمريكا الجنوبية كالبرازيل أو السلفادور كما كتشاهدوا في هذه الصورة، حيث السجون ديالو يعني من أقصى السجون، واللي كما كنعرفوا جميعا فاللي كيدخل ليها ممكن يخرج جثة هامدة. أو ممكن البعض منكم يعتقد أننا غنتحدثوا على سجن كاين في إفريقيا، لكن حنا اليوم غنتحدثوا على واحد السجن كاين في المغرب. نعم، واحد السجن في المغرب من أقصى السجون اللي دازت كما قلنا في تاريخ البشرية. كما قلت سابقا، ممكن أيضا البعض يعتقد أن هذا السجن هو المعتقل السري ديال تازمان مارت، لكن حنا ما غنهضروش على تازمان مارت. وبالمناسبة اللي بغى يشاهد يعني هذا السجن ديال تازمان مارت وبغى يكتشف ويعرف عليه المزيد من المعلومات، فيمكن له يتابع برنامج اللي كان سبق وتذاع على قناة الجزيرة، شاهد على العصر، مع واحد المعتقل سابق اللي سميتو أحمد المرزوقي. وكذلك كاين رواية أو كتاب من تأليف أحمد المرزوقي كيتحدث فيها على داكشي كاع اللي كان كيعانيه وكيقاسيه في هذا المعتقل السري ديال تازمان مارت. حنا اليوم غنتحدثوا على واحد السجن اللي معروف بسجن قارة أو حبس قارة. هذا السجن هذا بالضبط كاين في مكناس، تأسس أو تم الإنشاء ديالو في عهد مولاي إسماعيل اللي كان حاكم المغرب في القرن الثامن عشر. القصة ديال السجن هذه كتقول أن مولاي إسماعيل كما قلنا المؤسس ديال مكناس واللي حكم المغرب في القرن الثامن عشر، بعد ما قاموا مجموعة من القبائل ومجموعة يعني من المعارضين للحكم ديالو والحكم العلويين، قاموا بعدة ثورات وتمردات. فهنا قرر أنه يبني واحد السجن كبير، جاتو فكرة أنه يجمع فيهم كاع السجناء اللي كانوا عنده. كان عنده واحد السجين برتغالي. هذا السجين البرتغالي ممكن نقولوا عليه مهندس في العصر ديالنا، كيفهم مزيان في هذا الشيء ديال البناء. فدار معاه واحد الاتفاق او دار معاه واحد الشرط، يبني ليه واحد كما قلنا واحد السجن اللي ممكن يتسع ل 20 30 40 الف الناس، وفي المقابل مولاي اسماعيل غيعطيه الحريه ديالو. فهنا هذا السجين دار لنا هذا السجن اللي كما كتشوفوه مجموعه يعني من الدهاليز، مجموعه من المتاهات، ما عندوش كما قلنا لا ابواب ولا نوافذ. كما كتشوفوا في الصوره فالسجين كيهبطوه بواحد الحبل خيط، كما كنقولوا واحد الحبل كيهبطوه من هذه الفتوحات هذه اللي كاينه في السطح ديال السجن. من تما كيهبطوه وكيهبطوا له الاكل والشرب ديالو. السجين اللي كيتحط في هذا السجن كيعرف بانه ما غيخرجش حي، غيخرج جثه هامده. وكذلك هذا السجن هذا يعني المساحه ديالو ما معروفاش، فكاين اللي كيقول المساحه ديالو كتمتد الى غايه مدينه الحاجب اللي بعيده على مكناس بحوالي 20 30 كيلومتر، وكاين اللي كيقول ان هذا الشيء مبالغ فيه وانما المساحه ديالو فقط تحت القصبه الاسماعيليه. اذا كما قلنا هذا السجن بدون ابواب بدون نوافذ، ما غتشوفش اشعه الشمس مره اخرى الا تسجنتي فيه. حاولوا مجموعه من المستكشفين في عهد الاحتلال الفرنسي انهم يقوموا بعمليات صبر الاغوار ديال هذا السجن باش يشوفوا شنو كاين فيه والمساحه ديالو. فالبعثه الاولى دخلات ما عاودتش رجعات، البعثه الثانيه كذلك دخلات ما عاودتش رجعات. هنا سلطات الاحتلال غتقوم بغلق هذا السجن، يعني بناو واحد الحيط، خلاو واحد المكان صغير باش ما يمكنش البعثات او مستكشفين اخرين يدخلوا في هذا السجن، لان الجدران ديالو متشابهه،
يعني عنده نفس الشكل، عباره عن قاعه كبيره ونفس الشكل. انت ملي كتدخل يعني كتغوص في الاعماق ديال السجن ما غتعرفش طريق العوده، لان غيبقاو يبانوا لك الجدران كلها بحال بحال، غيبقاو يبانوا لك يعني عباره عن متاهات ودهاليز. فهنا غتبقى تلف وتبقى تدور في واحد الحلقه مفرغه، يعني تتعيا تفقد الامل في الخروج، وهنا غتستنى يعني الموت ديالك. من بعد الاستقلال ديال المغرب، فايضا قامت السلطات المغربيه ببناء واحد الحيط اخر، بحيث خلات قاعه واحده فقط في هذا السجن. يعني السياح او الزوار اللي بغاو يكتشفوا هذا السجن، فكما كتشاهدوا كيهبطوا من هذه السلالم اللي كتشوفوهم في الصوره، وكيدخل لهذه القاعه فكيشوف هذا الشيء فقط، ما يمكنش يزيد اكثر، لان كما قلنا اختفوا فيهم مجموعه من الاشخاص. فهنا السلطات ايضا سداتوا وخلات غير هذا البهو او هذه القاعه الصغيره اللي كيشوفوا فيها الناس. وللاشاره، فملي كتدخل في هذا السجن فكتجيك واحد الرهبه، كتحس بواحد الصمت، يمكن كتجيك كتستحضر في ديك اللحظه ديك المعاناه اللي دازت على دوك السجناء اللي كانوا تما. كتستحضر في ديك اللحظه كيفاش كانوا هاد السجناء كيعيشوا هاد الحياه، يعني كلشي مسدود، ما كيشوفوش اشعه الشمس، ما كيشوفوش الهواء، يعني معزولين عن العالم، كيسمعوا فقط الماره او يعني الاشخاص اللي كانوا كيدوزوا فوق داك السجن. لان هذا السجن هذا كاين امام قبه السفراء. فهاد قبه السفراء كما كتشوف في الصوره كان المولى اسماعيل كيستقبل فيها السفراء الاجانب، بحيث كان كيدير فيها يعني نوع من التفاوض او المفاوضات مع السفراء الاجانب حول الاسرى ديالهم. حيث في ديك الوقيته كما كنعرفوا كانت يعني مجموعه من الحملات المغرب والجهاد البحري، فكانوا كيسقطوا مجموعه من الاجانب اسرى، فكان تجي السفراء ديالهم كيتفاوضوا معهم هنايا في هذه قبه السفراء. اذا كما قلنا فهاد السجن هذا المساحه ديالو ما معروفاش، ما عندوش ابواب، ما عندوش نوافذ، الدخل ليه مفقود والخارج منه مولود كما كيقولوا، واخا يعني ما خرج منه حتى شي واحد. فبالنسبه للتسميه، يعني السبب ديال التسميه بسجن قاره، فكاين اللي كيقول انه اثناء الاحتلال الفرنسي كان داير على هذا السجن واحد الحارس او واحد العساس كان قرع. فمع مرور الوقت تحولات من سجن القرع الى سجن قاره، فولاو الناس يعني كياخذوها يعني هكا بهذه السميه سجن قاره. اذا اصدقائي المشاهدين، في نهايه الفيديو كنتمنى نكون انني فدتكم وعطيتكم واحد اللمحه او واحد النبذه بسيطه على هذا السجن هذا، حيت كاين واحد العدد الناس ما كيعرفوهش وما عمرهم سمعوا به. اذا حنا اليوم درنا له واحد الشرح بسيط وكنتمنى يكون مفيد لكم. نهايه الفيديو، شكرا لكم على المشاهده. اللي عندكم شي اقتراحات او شي تعليقات ما تبخلوش بها علينا، خليوها لنا في الكومونتير، وكالعاده ما تنسوش تدعمونا باشتراك وتبارطاجيو الفيديو. شكرا لكم.